السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي. ما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم. انا اول مره اقولها لكم في اول الفيديو، عشان أنا بصراحه ما بلاقيش اي لايكات على على الفيديو خالص. هو معنى كده ان الفيديوهات مش بتعجبكم. فلو فضلنا على الحال دوت يبقى بصراحه يعني الواحد يوفر مجهوده. لان انا والله العظيم بخش، ربنا العالم، انا بخش عشان اوصل لكم فيديو زي دوت. بخش من المحل تعبانه وعشان اوصل لكم فيديو مفيد او حاجه لو حتى هتستفيدوا بمعلومه صغيره من الفيديو كله. يعني مش عارفه، يعني مش خساره اللايك، لان انتوا مش بتدفعوا عليه حاجه. يعني والله العظيم اللايك ده ببلاش. انتوا ادام دخلتوا على الفيديو يبقى انتوا كده دخلتوا يعني مش ما فيش اي جديد ان انتوا حطيتوا بقى اللايك، ما حطيتوهوش. مش هتفرق معاكم، انما هتفرق معانا احنا والله. فضلا وليس امرا تحطوا لنا اللايك ان شاء الله. وتعالوا نبدا كده نحط لهم الاكل عشان هم جعانين قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده ما لحقتش البرسيم بصراحه. احط لهم الحبه اللي انا جبتهم دول. هم دول اللي انا لحقتهم عند الراجل. فعادي بقى، يعني ايه، عندي بطاطس هحطها لهم. عندي عندي قشر بطاطس، وعندي علف، وعندي عيش هحط لهم. يعني مش لازم البرسيم النهارده يعني. ودي خساره فيها الاكل. والله العظيم انا مستحرمه احط لها اكل ما تستاهلش الاكل اصلا. لاني من امبارح عندي على عيالها من ساعه ما حطيت التانيين معاهم وشلتهم، يعني ما كملوش ساعه. ولقيتها مش مرضعاهم، رحت شايلاهم برضعهم انا بقى ايه يعني زي ما كنت برضع التانيين. النهارده ببص على عيالها لقيتهم فاضيين، مش مرضعاهم خالص. مش عارفه، وعماله تاكل وتزيح ولا هممها حاجه. يعني مش شايلين الهم. اللي بتولد واللي هيتفطموا واللي هيتنيلوا، كلهم مش شايلين الهم بصراحه. والواحد اصلا تعبان والله، ونفسيته تعبانه وملهوش خلق الكلام ده اليومين دول. فربنا المستعان. انا حطيت لهم شويه البرسيم دولت، وكنت حاطه لهم الوقت ميه شربوها. مش هحط ميه تانية الا بالليل بقى. قبل ما اجي انام هحط لهم بقى شويه ميه وهبيتهم بيها، يعني شويه صغيرين كده. وحط لهم بقى شويه العلف برضو. بصوا حطيت لهم العلف. من ساعه ما حطيت العلف سابوا البرسيم وجريوا عليه. بصوا هما يموتوا في العلف. بصوا كلهم سابوا البرسيم هناك اهو واتلموا على العلف كلها. احط للهانم اللي خساره فيها ديت. احط لها شويه برضو، بس مش الوقت لما تاكل الزفت اللي قدامها ده. تعالوا بس نجيب الارانب دولت كده ونشوف. اوريهم لكم بس كده. الهانم عندي عليهم، مش عايزه ترضعهم على ان انا شلت التانيين من ساعتها. بصوا فاضيين ازاي. شفت لما وريتهم لكم امبارح، انا ما صدقت ان هم كبروا حلوين منها لله. بصوا فاضيين ازاي. انا هسيبهم برضو دلوقتي قبل ما تاكل كده، واشوف لما تاكل. بصوا اللي هي عماله تعمله فيهم. عماله تشد الكرتونه برضو. هسيب بس هسيبهم معاها دلوقتي قبل ما اتعشى واعمل اللي ورايا، وارجع لها تاني. إن ما رضعتهمش هاخدهم انا بقى وامسكها ارضعهم منها. هعمل ايه بقى، امر ربنا. ماشي. حطيت لي دولت اهوت الاكل والبرسيم والعلف والميه. بصوا عشان انا لسه كنت حاطه لهم ميه دلوقتي، مش مقربوش من الميه خالص.
فهم لما ياكلوا العلف خلي بالكوا حامي، بيعطش، فبيضطروا يشربوا بعديها يعني. هسيبهم بقى كده بالاكل دوت لحد ما اعمل اللي ورايا وارجع لهم تاني. انا كل اللي هحطه لهم عيش بس، طول الليل يقرقشوا بقى في العيش ويصدعوني انا. بس لازم اسيبه لهم بالليل يتسلوا فيه، يعني حاجه يقرقشوا فيها كده يتسلوا فيها، عشان اليوم اللي ما بحط لهمش عيش بالليل بلاقيهم بياكلوا في بعضيهم بقى، ما بيجروا ورا بعض ويقطعوا بعض. العيش ده بيتسلوا فيه طول الليل لحد الصبح ما يكونوا خلصوه. لعبة. يلا يا حمزة تعالى بقى صور. قول لهم، هتقول لهم ايه؟ تقول يا ماما. طيب ماشي، قول الاول. قول لهم سلام عليكم حبايبي. بص هنا، قول. خش جوه كده، قول سلام عليكم. بص لي هنا، سلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي. بص هنا، بص لي هنا، بيقول لكم صلوا على النبي وحطوا اللايك. قول لهم حطوا اللايك يا بوزي. هتعمل لهم ازاي؟ بص هتعمل لهم ازاي؟ هتعمل لهم ازاي؟ ايوه كده. يلا عشان خاطر حمزه حطوا لنا اللايك بقى المره دي بالله عليكم. الارنبه اللي معلش دي معلومه انا عرفتها قبل كده، بس مش عارفه يعني. انا ما جاش في فكري ان الارنبه هتعمل فعلا وهتعمل كده، على ان يعني انا ما جربتهاش قبل كده، لان اللي هي كانت بتولد كانت بترضع، يعني كنت بمسكها وبرضعهم انا، يا اما كنت بسيبهم لها ترضعهم عادي. اول مره ان انا احط ولد مع ولد، يعني ولد غريب مع ولد. فانا كده لا، مش هينفع، لان هي عارفه عيالها، مش هينفع ان انا ازودهم لها يعني. انما لو هي ولدت مثلا 6 أو 7 أو 8 وماتوا منهم حاجه وكملت لها من ولد تاني، على انهم ناصحين قوي وبيشموا، بس برضو ربما ان هي ما تعرفهمش. انما برضو انا غلطت غلطة بقى بعد ما كانت مراعياهم، بس ان شاء الله انا حاسة ان هي هتراعيهم برضو. سبتهم لها الوقت، وبالليل ان شاء الله يعني ساعة، احنا بالليل اصلا، بس ساعة كده هكون خلصت اللي ورايا ان شاء الله، وهرجع لها تاني ان شاء الله هتكون رضعتهم وكويسين. مش ناقصة عتلان هم، والله كفاية اللي عندي بره دولت عاتلة همهم برضو، برضع وبعمل يعني مسؤولية برضو. بصوا هما كده عندهم 12 يوم. بصوا اللهم صل على النبي. دولت اهم عندهم 12 يوم اهمت. دوت اللي عنده يعتبر 6 ايام، يعني ده اللي اتولد بعديهم، بس انا حاطاه معاهم يعني. ف دولت 7 اللي انا دوست عليه امبارح مات، ودولت 7 هم. بصوا عيني جعانين عايزين ياكلوا، هرضعهم الوقتي. ودولت اهم اللي هم التانيين اهو، اللي هي عندت عليهم مش عايزه ترضعهم الهانم اهم. برضو انا يعني هرضعهم الوقتي من امهم، هي مسؤوليه، بس يعني بصراحه هنعمل ايه يعني، انا هوايه عندي ورزق برضو ماشي. بص شكلهم جميل ازاي. انا بحب الارانب في السن دوت، يبقوا حلوين. هم هينطوا اصلا، ممكن دول ياكلوهم اساسا. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، وحطوا لنا اللايك، واللي ما اشتركش اشترك معانا، وهيعجبكم فيديوهاتنا ان شاء الله. واللي عنده اي سؤال يبعت لي في التعليقات وهرد عليه باذن الله. السلام عليكم.